ولا سؤال شنو معنى الإمام الحسين يقول للسيدة رقية أنت مد المصلاية؟ شنو تفسيرها؟ ما هو تفسير هاي الظاهرة أنت مد المصلاية؟ احنا الآن ببيوتنا مثلا تقعد الصبح، أكثر العوائل يشغلون قرآن بالبيت مثلا. مرة أنا أروح أشغل قرآن، مرة لا، أجيب الطفل اللي عمره مثلا 4 سنوات 5 سنوات، أقول له شنو؟ مو أنت تكليفك تشغل القرآن اللي بالبيت، روح شغل القرآن، يلا نريد نسمع قرآن. أربط القرآن بمن؟ هذا الطفل، مو أنا أروح أشغل القرآن، لا هو ومن يشغل القرآن أطيفة هدية وشجعة أو كذا، قال له رد أروح أسوي القرآن. لما أجي للمجلس ما أجي وحدي، أجيب لي طفل وياي من عندهم وقاعد أقول شوف هذا هيك الكلام، هذا هيك يقصد، ذولا مجتمعين على مود الحسين، الحسين هيك طاوع. وقت الصلاة مدوا صلاياتكم، خل نصلي، لا تصبون غدا، خل نصلي لما نتغدى. هاي لغة باللاوعي راح تتشرب وين؟ بأرواحهم. أنت اخطب وقت صلاة، لا تصبون غدا، عوفوا الغدا على مود الصلاة. كلمة الصلاة صلاة باللاوعي وين راح تطب؟ الطب بأرواحهم، راح تصير الصلاة عند الطفل لها قيمة، صلاة قرآن عبادة، صلاة يا الله يا كذا، كلمات تكتب على الحيطان ثلاث عبارات، إن الله يرى، اكتبها إن الله يرى، اكتبها على الحائط بالمطبخ، على الثلاجة، على المدري شنو، يا الله استغفر الله، لا، بحيث هذا الطفل وين ما يباوع اكو شنو؟ اكو ذكر، وين ما يباوع انا جاي ابنيه، بس مو بطريقة شنو؟ مو بطريقة مباشرة، مو بطريقة مباشرة. مرات اكو قسر في هذا، يعني انت طفل نايم تقعده ب3 تعال صلي صلاة الليل، هذا تخليه يكره صلاة الليل، لا تقعده يا اخي، لا تقعده، خليه يحبها. الاشياء اذا احبت طبقت، بس اذا صارت قسر ما تصير. فانت شربها الى مال سياسة، انت فلانة انت شغلك تسوي لنا شنو؟ قبل لا ناكل تحاسبينا، منو بينا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ فانت تقصد هالمرة لسنا تقول بسم الله الرحمن الرحيم قدامها، لغاية قلها شو ما قلتي لي، شو ما حاسبتيني؟ باوع، حاسبها حتى تحاسبك، انت وياي حاسبها حتى تحاسبك، باوع. وكذلك القرآن، المصلاية يصير وقت الصلاة، يلا فرشينا مصلاياتنا، انت الحجية مالتنا الصغيرة المدري شو، تشجيع، هذه راح تتشرب حالات الروحانية. وين الحالات الروحانية؟ في البيت. ترى الدين ما بي روحانية وحب وعبادة وذكر وقرآن، مو دين، حكي سوالف